سلام الألماظات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. جيت وجبت يدي واحد القصة جديدة، موضوع جديد وأحداث مشوقة. قصة اللي يكون فيها حب وغيرة بزاف ديال الأحاسيس، ومادام فيها هادشي كلشي فإذا غتكون شاهدة. نتمنى تتبعوها بالجوارح ديالكم. نبداو على بركة الله القصة ديالنا. نهار العرس كان كلشي ناشط وضاحك وفرحان، اللي كيشطح، اللي كيبارك، وكلها فاش ملهي. إلا هو قلبو مقبوض ومزير وكره ينوض ويهرب. ما بغاش هاد العرس، ما بغاش هاد اللصقة اللي جالسة حداه وكتفرنس وعاجبها الحال. كان ناوي يديرها ويخرج ويهرب. ساعة تفكر هضرت باه ها السخط هارده، وهو اللي ديما كيدير غير اللي في راسو. اليوم ولي أول مرة كيدير شي حاجة بزز منه. الناس ناشطين وهو ما حامل راسو. جا الوقت اللي خاصهم يقطعوا الكيكة ويفرقوا الجوقة. ايوا النقافة خدات يدو وحطاتها فوق يد العروسة باش يقطعوا الكيكة بجوج. هو ما حماش راسو، وما عمرو فكر يجي نهار ويقبض يد بنت من غير حبيبته. النقافة حطات يدو فوق يد العروسة باش يقطعوا الكيكة وكل واحد يدوق منها شوية. العريس اللي سميتو منعم، والعروسة اللي سميتها نعمة منعم، مع راسو تيقول اوف على يديا شحال صغيورة والهبال هذا، وزوجوني البرهوشة يختفو. انتي سيري هاد الويل ونشوفو هاد اللصقة اش غنديرو معاها. اما هي راه غير كتضحك وكتفرنس، ونعمة كانت فرحانة وناشطة واخا ما عمرها عرفت منعم أو هضرات معاه. ولكن كلشي كيشكر فيه، كلشي تيقول ليها بلي غتعيش في واحد النعيم وغتعيش في واحد السعادة. المهم سالا العرس، العرسان مشاو يدوزو أول ليلة ليهم في الأوتيل، وكانت هادي أول مرة غيشوفو بعضهم. لحقاش واخا كانوا مخطوبين ديما كتحشم، ومنعم ما حاملش يشوف فيها. مشاو للجناح ديالهم اللي كان كبير وزال، وهاد الشي ماشي غريب على منعم اللي كان كيبغي الكمال في كل شيء. وبالنسبة ليه نعمة شي حاجة شائبة ولصقة خاصو يحيدها باش ما كان. نعمة كانت في عالم آخر، شبوها الديكورات والمنظر اللي كيطل عليه الجناح ديالهم. قد كتحلم حتى فيقها منعم بواحد الكلمة ويقول ليها نعمة. قالت له نعم. لالا اجي بغيت نهضر معاك وسمعيني مزيان اش غنقول لك. قالت له اها واخا شنو بغيتي. هو يقول لها كتقولي علاش ما عمري هضرت معاك قبل، او علاش ما كنجيش نزورك، او علاش ما كنهضروش بحال كاع الناس اللي مخطوبين. انا غنجاوبك سمعيني يا بنت الناس. انا هاد الزواج جبروني ليه، الوالد خيرني بين سخطو ورضاه. ما كان عندي حتى حل من غير انني نقبل ونزوجك، واخا ما كنحس بوالو بجيتك وقلبي مع وحده اخرى. انتي غتعيشي معايا معززه مكرمه، والخير اللي لقيتيه في دار باك غتلقاه عندي، ولكن غنعيشو بحال خوت، ولا غتعتبريني ما كاينش في حياتك. تنشوفوا هاد الحيره فين غتخرج. انا اللي غير كنسمع ليهم صدومه. ايوا غوات عيرت وسبيت ولاني غير في خاطري ما قدرت نقول ليه حتى كلمه، وما عقلتش عليه امتى خرج ولا اشنو دار. حاجه خايبه تكوني كتبني في الاحلام ديالك وفي الاخير كلشي يري فوق راسك، والانسان اللي كنتي كتعول عليه وكتقول عمرو يغدرك او يطيح من قيمتك يكون هو اول واحد يضربك في ظهرك. كنت كنبكي على الزهر الزين اللي عندي وكاع الناس، العرايسات وداك الشي كيدوزو شهر العسل وهما فرحانين، وانا بديتو بالاهانه. المهم نتنض نبدل الساعه الاخرى، نضت وصليت ونعست. صباح الصباح ولا واحد فين كان ناعس فينا، ولا واحد ناعس في بيت. انا ما قداش نشوف في داك بينام. بقينا جالسين واحد السيمانه في داك الاوتيل. هو
عايش الحياة، كل نهار كيخرج يتلاقى بهاديك اللي تيقول لك عليها الحبيبة ديالو، مخليني أنا كاع ما مسوقليش، أنا ما كنخرجش، كنعطيها غير البكا. المهم دازت ديك السيمانة ديال العسل كما كيقولوا، أنا بالنسبة ليا كانت السيمانة ديال البصل ماشي العسل. عند منعم دازت كي البرد ودازت فرحة ودازت عنده الفرحة، أما أنا المهم راني قلت لكم كنت منكدة ومنكدة بزاف وماشي شوية عاد. جمعنا حوايجنا ورجعنا للمدينة اللي خاصنا فين خدام منعم، مشينا للدار ديالو اللي كانت كبيرة مفرشة ومفرشة مزيان، تقول واش مهندس ديكور اللي فرشها. المهم دخلنا حطينا حوايجنا، منعم دخل دار ديكا لبيتو، أما أنا فما عرفت ما ندير، دخلت للصالون وبقيت تمايا وتكيت ارتاحيت. بد ما يجيبو راس كيما مسمياه باش يوريني فين غادي الناس. منين كيعيط ونعمة ونعمة تدخل الصالون لقى لي ناعسة، هو اللي كان عوال أنه يجي يفيقني. الساعة منين شافني ناعسة معرفش كيفاش دار حتى هز واحد الغطا وغطاني وكيشوف فيا، حتى صون عليه التليفون ولأول مرة كيقطع على إلهام اللي كانت الحبيبة ديالو. غطاني وبقى كيتأمل في الملامح ديالي، أنا اللي نعست وأنا باكية، هو رد ليا البال وعرفني كنت باكية. المهم غطاني ورجع لبيتو، رجع لبيتو بدل حوايجو، كتب ميساج لإلهام واعتذر منها وقال ليها بلي مريض وما فيه ما يخرج، حتى هي ما سولاتوش ما قالت ليه والو، لا علاش ولا ما حتى حاجة. صباح صباح منعم فاق مغابش مولف الكالم في الدار، ولكن اليوم فاق على الحركة وريحة الطياب اللي خارجة في الكوزينة. نيمة كانت كتوجد الفطور، الطبلة كانت عامرة بحال عارضة على العائلة كاملة ماشي غير جوج ديال الناس اللي غيفطرو. هو منعم يقول لها واش كتسناي شي حد، قلت ليه لا ما كنتسنى حد. هو يقول واشكون بالسلامة، نقول ليه العائلة ديالنا جايين يفطروا معانا، يقول لينا على السلامة من السفر. وحاجة أخرى قدامهم نتعاملوا مع بعضنا بحال إلا ما كاين والو، بحال إلا حنا مزوجين بصح، من مصلحتنا ما يشكوا في والو. أوكي. إيوا أنا كنت كنهضر وعاطيه بالظهر وفي نفس الوقت كنطيب شي مسمنات، ما حملاش نشوف فيه ولا يتلاقاو عينيا مع عينيه. أما هو كان ما عاجبو حال ملي كنهضرو أنا كنعطيه في الأوامر، هو يقول لي عندك الحق ماشي مصلحتنا يشكو فشي حاجة، والنيت أنا مازال ما مستعد باش نقول ليهم بأنني كنبغي وحدة أخرى وناوي نتزوجها. أنا نقول ليه تزوج ولا طلق أنا مالي، وأنا إيه دخلني بيناتكم، غير كيف ما قلت لك قدام دارنا وداركم نكونوا أحسن جوج مزوجين وبيناتنا كل يعيش حياته كيف ما بغا صافي. ويقول لي ايوا الحمد لله اللي فهمتيني منك لراسك. هو كان مازال يمكن ناوي يقول شي حاجة أخرى حتى كيسمع الدقان، هو المهم والصغاريت في الباب. أنا طارت للبيت وهزيت الشمانط ودخلتهم لبيتو، لبست قفطان غزال وطلقت شعري، كنت مصايباه بسوشوار كتا هو عليهم جايين، درت ميكاب خفيف. ايوا ما نقول لكمش كي جيت تبارك الله غزاله، وما انا كنت طويله والفورمه عندي زينه. مشيت وجدت الصينيه وجيت مدخلاها، هما بداو العيالات كيزغرتو ويصليو على النبي، ما عرفش علاش هو يدور هو يشوف، لقاني داخله بالصينيه ديال اتاي
إيوا كنت كنحمّق بالزين الصراحة، الشعر طويل ومطلوق وميكاب خفيف والحنية كتحمّيمرين بالحشمة والحياء، وكلشي بقى كيشوف فيا ومصدوم، وهو خلاص تا هو ما هبّطش عينيه، حتى بدا كينغزو الوالد، كيقول له: "واجمع فمك السي منعم، راك حشمتي." البنت هُما يقولوا لي هاك الصينية كُب لينا أتاي، شات الصينية بقى كيكُب، المهم دوّزنا نهار زوين ومجموعين والعيالات كانوا مجموعين تيتعاودوا وتيضحكوا، وأنا راني كنت في الرواين والوالدة ديال منعم تا هي بقات كتوصي فيا وكتعاود ودير ليا في الراس زعما، وديري وفعلي وتركي، وأنا غير كنشوف وتنقول واخا ما يكون غير خاطرك أخالتي، ولكن مع راسي تنقول كون عرفتي ولدك أشنو داير راه هزيتي داك الشربل وعطيتيه له على الراس. المهم مورا فاش مشاو قلت لمنعم أنا غناخد بيت لاخر باش غنعس، هو يقول لي الدار دارك فين ما بغيتي تنعسي. إيوا الراجل راه رجع ضعيف، وأنا نقول له المهم دابا تصبح على خير، ورا هاد النهار بقاو أيام الله كيدوزو والعلاقة بيناتنا هي نفس البرود ملي كنكونوا مع بعضياتنا راه حنا عندنا داك البرود، وملي تيكونوا العائلة تحالف علينا بأننا راه حنايا في السعادة. المهم ديك الشهرين الأولى حاولت أنني ندير ما في جهدي زعما نغيّر السيتياسيون شوية باش يولي زعما يبغيني. وكنت كل ليلة كنوجد ليه العشا والشلايض ونتسناه، نبقى نتسناه، نتسناه، نتسنى والو، كيمشي يسهر مع إيلامته كيشبع وكيجي، وكيجيني شاني ناعس، كنوض أنا كنجمع ملي كنوض صافي كنجمع داك الشي وكنمشي تا أنا ناعس، بقات هكاك الأيام كتوالى. ولكني واخا هكاك ولا كيزرب واحد شي شوية يرجع للدار شوية بكري، لإني كان دايمًا تيلقاني ناعسة، يعني سهران هو سهران أنا ما كنتش كنسهر بزاف. المهم دازو شهرين ونص على هاد الحالة، حتى لواحد النهار دخل منعم ما لقى العشا ما لقانيش حتى أنا، بقى الدار ضالمة، بقى كيعيط نايمة نيمة، فين مشات هادي؟ ونيمة واش نبقى بلا عشا ولا شنو دابا؟ دار الدار كلها حتى في الآخر مشى لبيتها لقاها ناعسة ديك النعسة العجيبة ديالها، ويقول لها وفلتي اليوم كنت غندوشتك كانت خليني بلا عشا واخا، نبداو نتحاسبوا. صافي مشى ناعس، صباح صباح جديد، نهار جديد بأحداث جديدة، مع 7 د الصباح نعمة خارجة كتكسل بشواية عليها، حلات الباب كتلقى راسها فازقة بالما وهو كيضحك يقول لها أيوا مرة أخرى تعلمي تخليني بلا عشا، الصراحة جا معاك نيو لوك جيتي بحال شي دجاجة مسلوقة. ومن عماية بالضحك ونعمة كتخنزر فيه حتى كمل وما عرفش منين جاتو واحد الصرفيقة فاعلة تاركة، وهي تقول ليه هاد الضحك الباسل ديالك ما تبقاش ديرو معايا، دير ديك لالا إلهام ديالك وأنا ماشي خدامة عندك باش نطيب ليك ونقابلك غير نتايا، أنا هنا تنشوفو كيف غنديرو لهاد الحريرة كيما قلتي بنين اللي ما عمر شي ولد المرا ضربوه ولا ضرباتو مرتو تصرفيقة فاعلة تاركة. إيوا هو ماشي من العاكزين حتى هو ناض وعطاها قتلة ديال العصا وخرج مشى ركب السيارة ديالو، جالس كيهضر مع راسو كيقول أنا بروشة ديال 22 عام ضربني لا مزيان تبارك الله داك الشي اللي بقى ليا، وكيسوق بالسربة ومعصب وفي قساتو، ولكن واخا هكاك بقات فيه حيت ما عمرو ضرب شي بنت.
مازال كيدي ويجيب في الهضرة مع راسو، تسمى ليه البورطابل، هي تكون شكون الحبيبة ديالو إلهام، هي تقول له ألو فينك واش ما جايش، هو يقول لها لا ما جايش، وهي تقول له أوكي، حبيبة إلا ما جايش صيفط لي دوك الفلوس اللي كنت قلت ليك، راه ضروري خاصني نتغدى شي حاجة، راني قلت لك شنو، وصافي وقطع التليفون وخلاتو، كيشوف ما خلاتو حتى يكمل ليها ويشكي عليها، هي اللي كيهمها هو الفلوس وشحال كيربح، أما هو يمرض ينعس يموت تفرقع كاع، هي مالها شغلها فيه، داكشي اللي كان كيقول لها داكشي اللي كان خاصني كملتيه ليا يا إلهام، كيهمك فلوسي، أما أنا غير دمدومة طيحتيه وأنا اللي كنت غنخسر والديا على ودك. في الدار كان جو وحداخر، كانت نعمة اللي كلات ديك القتلة ديال العصا، خلات للدوش ودوشات وبدات كتكمّت في داك الجروح ديالها وكتبكي وكتقول وأنا شنو درت، هو اللي جا يضحك معايا وأنا هجرتو ليه، ولكن حتى هو زاد فيه، واسطة ديال الماء كبّوا ليا على الصلاح، ولكن حتى أنا زدت فيه وقيلة، كتكمّت في ضلوعها وكتقول سيري يا منعم، بغيت لك دوك اليدين يتهرسو ما تلقى باش تاكل، داير ليا هاد الحالة على العشا، علاه ديما أنا تنوجدو نتايا ما تجيش تعشى، إيوا ما جات فين تكمّل حتى تلقاه واقف قدامها، الخلعة والخوف والتلفة مشات كتعرج وهي تدخل لبيتو، دخل مورا ويسد الباب بالساروت، وهي جاتها الخلعة قالت صافي هاد النهار غادي يكمل ليا اللي بقا، كتقولو عافاك ما تسدش عافاك ما تسدش الساروت عافاك ما تسدش بالساروت، هو كيقول لها غير سكتي سكتي، ومشى لواحد المجر وجبد واحد صناديقة ديال الدوا، أيوا وجبد وبدا يكمل ليها داكشي اللي دار. وهي تتقول مع راسها ناري هاد المسخوط راه باينة غادي يسالي ليا هذا يكمل ليا هادشي ويعاود يعطيني قتلة لعصا وحدة أخرى، ولكني المهم دازت سالمة ما دار ليها والو صافي كمل ليها حل الباب ومشات نسات، دازو شي أيام صبرات وصافي ودازت هاديك، عاوتاني جات الهدنة، الخدمة كانت كتبدا مع 9 وكتسالي مع 4، وطبعا كاينة استراحة اللي كتكون مع 12 ديال الغدا، إيوا النعمة كتقول لصحاباتها اللي معاها يلا هو نتغداو أنا ميتة بالجوع، وأمين ولمياء تيقولها والله لا معرفاش لقاو اليوم البلاصة ولا لقاوها مشات، لمياء كتقول لها أختي نعمة بغيت غير نعرف الماكلة اللي كتاكلي فين كتمشي كتضلي تاكلي وما تيبان فيك، كتقولها نعمة لا ورقة النبع هادي ماشي سينتا، يا أختي هذا سر ما عارفو حد، ويلا يلا تلقي من داك المشقوف خلاص، أمين يلا تقعد حتى نتايا يلا نمشيو نتغداو، مشاو كلهم مجموعين شدو الطبلة ديالهم، مشات لمياء تكوموندي ليهم بيان سور تكوموندي ليهم الطاجين المفضل ديالهم ديال المعز والبصل والزبيب، جلسو كيهضروا وضحكوا، لمياء كانت مازال تكوموندي، هو يدخل منعم، جا هو وشي وحدين معاه في الخدمة، جاو تا هما كان عندهم شي اجتماع تمايا، وهي كضحك نعمة ما هي على هاد ما هياش في هاد العالم هي وأمين ما شافتوش، وهو دار راسو تيقول هادي اش كدير هنا واش هاد الحوايج لابسة علاش هي خارجة بعدا هنايا أصلا، كنقول عاوتاني وانا مالي ياك حنايا غير أصدقاء حياة هاديك دير اللي بغات واللي عجبها، عاود كيبتساوني ما خلاش عاوتاني ما هناش راسو كيقول لا 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 خصني نعرف شنو كدير هادي هنا، صافي هما مشاو رجعو لخدمتهم وتا هو رجع لخدمتو، في الليل تعطل بزاف ما عرفات مالو، كتقول ويلي هادي أول مرة شحال هادي ما بقى كيتعطل حتى لهاد الوقت، قلت نعيط ليه ما نعيطش ليه نعيط ليه ما نعيطش ليه، في الآخر قالت أنا نعيط ليه، هي عيطت له قالت له ألو لاباس؟ قال لها لاباس، قالت له واش ما جايش؟ قال لها لا ما جايش، وهي تسمع واحد الضحكة ديك الضحكة في شكال، قالت له ياك السي منعم أنا كنتسنى وقلبي واكلني عليك وعيط عليك ونتايا ما مقصرش مع ديك خيتي واخا، وسيري أنا اللي مشطونة عليك سري سري هذا، صافي نسات وخا قلبها
ما خلاهاش بقات كتسنى فيه حتى ل12 ونعسات معاه اللي هي في قد الخدمة، ملي حلات عينيها لقات راسها في بيتها ومغطية ويقول لها: "منعم صباح الخير." قالت له هي زعلة في المنطقة. "صباح الخير." قالت لا قال وحط ليها واحد الكاس ديال اللويزة، بقات كتشوف فيه، قال لها: "ما تخافيش ما ندير لك والو، أصل أنا ما كيعجبونيش البنات بحالك، بالشعر الطويل ما كيأتيرينيش." بقات هي كتخنزر فيه، كتقول في خاطرها: "هو كاع لا نعجبك، بارك عليك ديك المنتوفة ديالك، لايقة لبعضياتكم." هي اللي جلستي كتسهر معاها البارح واقيلا. من عام يقول لها: "فين كنتي البارح؟" هي تقول له: "يا قلتي كل واحد يعيش حياته وتا واحد ما يدخل في الآخر، وأنا كنعيش حياتي وماشي مضطرة نقول لك شنو كندير وفين كنمشي." إوا صافي هو يسكت، حيت عارف راسو راه هو اللي قال ديك الهضرة ويقول لها: أوكي." ولات أنتِ تحلّيك اللسان، إوا خرج وضرب بالباب، أما لالا نعمة بقات غير كضحك، حيت عرفاتو يموت يعرف فين كانت، يعني كيهتم بيها ويقدر كاع يكون كيبغيها علاش لا، نات من بلاصتها توضات وصلات وجمعات الدار وجلست كتوجد في الغدا حيت كان السبت والحد، ولأن منعم كانت عندو شي خدمة، مشى خدم هو النهار كلّو ما جا تا العشا، بقى في الكوزينة مصايبة الشعر وطالقاه ولابسة واحد البيجامة قصيرة، المهم جات كيوت جات غزالة، بقى حال عينيه وكيشوف فيها، واش نيت نعمة هادي اللي قدامو ولا بدلوها ليه، حيت جات فنيونة الصراحة وكل حاجة فيها مغرية، عينيها حنيكاتها وشعرها وعنقها وكلشي فيها حمقو، خاصة داك الشعر المطلوق والطويل، المهم بقى كيشوف كيتخيلها وتا هي كانت حاسة بيه، دارت راسها ما شافتوش ما حستش بيه، حتى خلات واحد شوية وهي تقولو: "يا كنتي بنات بحالي ما تيعجبوكش، واش مع عينيك راك كليتيني بيهم." يقولها: إوا راني جيت غير نقول لك خلاص بوجدي العشا راني مت بالجوع." إوا صافي مشى للصالون هرب، خلاها ميتة بالضحك عليه، إوا صافي تعشاو ومشاو نعسو، إوا صباح جديد، إوا اليوم الحد وما كاين حد، اليوم كاين ما كاين غير شبيه النعاس، نعسو صبحو ناعسين كل واحد كيتكسل في بلاصتو، نعمة منين ناضت بقات كتفكر على كيفاش كاين كيحنصص فيها البارح، بقات كضحك، بقات كتقول مسكين حشم ما قدر حتى يهز عينيه فيا ملي حطيتلو البارح يتعشى، والواعرة تعشى ومشى غسل يديه وبالتلفة دخل لبيتي مشات كاع لبيتو، زعما دارت فيه هادشي كاع ولا أنا غير لابسة البيجامة ديال البنات الصغار وطلقت شعري، أيوا المهم أما منعم مكانش حامل راسو بزاف ملي تلفو دخل لبيتها، كيقول مع راسو دابا غتقول مع راسها أنا غير مزعوط أنا لا. أنا ما لقيت ما ندير، غنزعط في ديك البرهوشة مستحيل، أصلًا أنا باقا هي صغيرة عليا فين هي كتبان صغيرة، أنا كنبغي إلهام، إلهام فين هي؟ من نهار ما بقيت كنصيفط ليها الفلوس قلبات عليا، وفاق أسي منعم اش كتبغي إلهام، كون كتبغيها وكتبغيك كاع ما تخليك على الفلوس. وخصوصًا من نهار قلتي ليها الخدمة مشات، وما بقات لا خدمة لا دار لا طونوبيل، كانوا هامين هاديك غير الفلوس، إوا فيق فيق أسي منعم فيق، إوا منعم كيدي ويجيب في الهضرة مع راسو، واخا إلهام دارت ليه هكداك ما تصدمش وما حس بوالو، حيت بحال اللي كان متوقعها بلي غادي دير له داك الشي،
وهي أصلًا رجعت منين عرفاتو تجوّج كان خاصها غير تاخد منو داك الشي علاش ما قدّات، عرفاتو راه غادي مع الوقت غادي يلوحها، ولكن هو فطر بيها قبل ما تتغدى بيه، قال ليها أنا ما بقاش عندي لا خدمة لا طوموبيل لا فلوس، حتى هي تقول له الله يعاون، بس بقات ما دات منو والو. داك الشهر كانت الخدمة في الشركة عند نعيمة مزيرة والراس الكبيرة اللي كانوا دايمًا محمرين له وجهه واخا هما ما عمرهم ما شافوه، كان جاي. وملي هُما في الفريق ديال commercial كانت نعمة والفريق ديالها كان ما عندهمش الوقت، لأن كانوا غادي يدخّلوا واحد الproduit جديد وكان خاصهم يصوبوا له الmarketing ديالو. المهم البوس جاي وجايب معاه صفقة كبيرة للشركة ديال داك الproduit وباغي كلّهم يحمروا ليه وجهه قدّام الناس اللي جايين. دازت سيمانة ونعمة ما بقاتش كتجلس دايمًا مع داك الفريق ديالها وأغلب الأوقات خارجة بسبب الضغط اللي كان عندهم في الخدمة. النهار الكبير وصل والبوس دخل للشركة ديالو لمدة ما جا ليها، والفريق ديال الcommercial والmarketing كان الفريق ديالهم مختص بالcommercialisation والmarketing en même temps. كاين يحسب ليهم الراس الكبيرة راجل شارف هارف، صرات صدمة ملي لقاوه باقي صغيور، الزين والطولة والعضلات هداك الشي. بقاو حالين فمهم ما لم كتقول لها نيمة واو شفتي الراس كبيرة شفتي ياه صاحبتي شحال غزال شحال فنيون، نعمة قالت لها شفتو غزال تبارك الله، وكتقول لها لمياء وكون ما كنت مخطوبة كون خطفتو. نعمة بقات تشوف فيها كاع، كتقول كاع لهاد الدرجة هو زين، ولكني شنقول ليك سطي يا صاحبتي وحق الله إلا مسطية، لمياء كتقول لها وسكتي سكتي ها هو جاي هو جاي. المهم الراس الكبيرة أو المهندس منصف مولشي شاد بعقلو وذكي قصيرة يحقق، قدر في فترة قصيرة يحقق كل طموحاتو، وملي دخل للشركة ما حيدش عينيه من نعمة اللي كانت لابسة واحد اللباس محترم، كانت لابسة بونطالون فيست ودايرة الزيف ديالها ولابسة صبيبيط فيه شوية دومي طالون ودايرة ماكياج خفيف، ولكني كان وحنيكاتها كانوا حميمرين. منصف هو بدا كيقول لهم قال لهم بونجور وقال لهم ميرسي على المجهودات الجبارة اللي درتو هاد الأيام اللي فاتوا، قال لهم فريمون بلا بيكم ما كانش نوصلوا لهاد شي حاجة كتيرة مع هاد البرودوي، وكنشكركم بزاف. أمين ولمياء قالوا ليه بارك الله فيك، وما نعمة بواحد الصوت رقيق قالت له شكرا ربي يخليك، ويقول لهم منصف لا شكر على واجب. ومن بعد دوزو عندي البيرو بتلاتة بغيت نهضر معاكم، بتلاتة بيكم بغيت نهضر معاكم. لمياء قالت لها شفتي كان كيشوف فيك نعمة شوفي كيفاش كيشوف فيك عندك الزهرة صاحبتي، كنبغي أنا خطيبي أما طير لك بيه. نعمة قالت لها مالو، كان كيشوف عادي أصاحبتي راه غير انتي دايرة لك الجلالة على عينيك كتشوفي داكشي ماشي هو هداك. قلت لها لا عندك الزهرة مسخوطة من النهار الأول طيحتي راس الكبيرة واو. نعمة اللي ما كانتش حاملة تهدر في داك الشي حيت كانت حاسة بالنظرات ديال منصف ليها فعلا كانوا ماشي نظرات عاديين، وكانت كتقول ناري كيفاش يا ربي غادي نتهنى من هذا راه مصيبة نيتي إلا كان طاح فيا بصح. المهم مشاو للبيرو عند البوس اللي عطاهم خدمة جديدة على ود الشركة اللي غيسني معاها اتفاقية بعد ما كانوا هما المنافسين ديالهم، وبالمجهودات ديال الفريق ديال لمياء رجعوا داروا اتفاقية ورجعوا داروا convention بيناتهم غيرجعوا يتعاونوا ما يبقاوش منافسين. المهم رجعت هي للدار رجعت عيانة ومنعم كاس كيقولوا وفين كتمشي هادي النهار كامل وبلا ما تقولها ليا لا وهادي ما عليها حكام، ولكن انا اللي قلت ليها نبقاو غير اصدقاء كل واحد يدير اللي بغا. اوف
تلفتو هذا الرمانة خاصني اليوم نفرقعها. مازال من عيم كيهضر مع راسو حتى دخلت نعمة مهلوكة وعيانة خاصها غير تنعس، ويقولها فين كنتي؟ قالتلو وانت مالك شكون انت اصلا تسولني؟ قبل ما تكمل كلامها كان منعم شدها من يديها كيهز ويحط فيها، قالها فين كنتي ومع من؟ ما تعصبينيش نعمة، يلا قولي فين كنتي؟ نعمة اللي تفكرات نصيحة ديال عكوزتها نهار قالت ليها منين تعصب، قالت لها راه ما كيعقل على حد، ديري اللي قال وسكتي. جاوباتو حتى هي كتبكي، قالتلو كنت غير خارجة قنطت من بوحدي هنايا في الدار وقلت نخرج نتلاقى مع صاحبتي، وما بقى سمع والو حيت صافي بدات كتبكي هي بحال شي بنيته صغيرة ويعنقها وهو كيسكت فيها. قايلها صافي صافي سكتي سكتي يا حبيبة سكتي، ما قصدتش ما قصدتش، كنت خايف غير عليك داكشي علاش. وهو مازال تيهضر هي صافي مشات نعسات صدرو كان تيعيان بالخدمة لأن فعلا كانت عندهم خدمة مزيرة بزاف. صافي داها لبيتها وغطاها ونعسها، هو كيقولها المرهوشة كنبغيك كنموت فيك، وأخيرا قلتها. هاد الكلمة كانت معذباني شحال قلتها واخا انتي ما سمعتيهاش، مي المهم قلتها وغنقولها لك مازال الحبيبة ديالي. وكيتأمل فيها صافي تدا حتى هو نعس حداها صباح الصباح. وداك النهار كانت الخدمة كتير عند نعمة، كان خاصها تحضر بكري وتوجد شي دوسيات وعاد تحضر الاجتماع اللي غادي يكون ديال الموظفين باش يشوفوا فين وصلوا تحضيرات للنهار الكبير اللي كلشي كيتسناو. هاد النهار هو اللي نعمة فقت فيه معطلة ونسات بلي هي خدامة. نعمة نايضة على الصباح كتقول على راحة بيت ناس نوض نوجد فطوري اليوم الحد والجو غزال. هي هزت التليفون باش تشوف الساعة وهي تشوف 2 كتقول ناري هادي العشرة وكواك الحق اليوم يجريو عليا وميمتي. وتقول انت شنو كدير هنايا؟ شكون سمح لك تدخل لبيتي؟ مريم قال لها هادي داري وانتي مراتي مالك مخلوعة وكتفتفي غير بوحدك. نعمة قالت له ما عندكش الحق تدخل لبيتي وحنا غير أصدقاء ولا نسيتي؟ كانت كتهضر وكتخاصم وفي نفس الوقت كتحاول تغطي راسها من دوك النظرات ديالو وهو ميت بالضحك عليها. مريم والهبيلة وراكي لابسة حوايجك مالك كتخباي مني؟ ما غناكلكش والنيت ما كتعجبينيش اصلا، انت قمرانه ما فيك ما يتعجب. كيضحك زيدي تفطري زيدي نيما يا القمرانه زيدي تفطري. وهي تقول ليه نيمه ايه قمرانه وعندي المعجبين ماشي بحال كبوراس وفطور خليته ليك ما فياش الجوع. اللي قالنا عندك المعجبين القمرانه مزيان تلقاي شي كلب البحر كيعوم في الكشكوشه بحالك. زيدي تفطري ما تعاوديش معايا الهضره. قالت له لا انت اللي ما تعاودش معايا الهضره كتعاود غير الصلاه على النبي. صافي النعمه قالت له ما فياش الجوع ودابا خرج من بيتي بغيت نبدل حوايجي لحقاش بغيت نخرج راني دايره اليوم مع صاحبتي ندوز معاها النهار كامل. منين قال لها واخا ها هو خرج وسد الباب كان عايق باللي هي مخبيه شي حاجه. ودابا تاكد 2 مرات كتلف الهضره وما كملش كلامها. كان مازال كيخمم ملي خرجت نعمة مبدلة وغادية خارجة بالزربة كانت لابسة كسوة طويلة بيديها وصبيبيط وفولار. تنقول لكم داكشي زوين وغزال واحد صبيبيط بوكاسان ودايرة كلوس خفيف وكحل. واخا كانت لابسة هي لبسة بسيطة ولكن في نفس الوقت أنيقة وهي نيت زوينة جاتها غزالة. ايوا خلات منعم بحال فمو ويقول ليها شنو هاد الحالة مدام راكي مرات الراجل زعما؟ يعني ما قالتلش من حالة لابسة ومستورة مالي الحمد لله ياك لاباس ولا منين؟ داك الزواق اللي دايرة في كمارتك مسحيه. الفطور ما بغيتيش هانية الهلا يوكلو ليك لكن تخرجي بهاد الحالة لا. ايوا نعمة قالتلو ما فيا ما يهضر في هاد الهبال من بعد وغادي نشوفو هاد الهبال ديالك.
دابا راني تعطّلت والبنت راه كتسناني بين موا وحبسها ما تخرجش، قال لها مسحيه وخرجي. واش نتي مسطية تخرجي بحال هكا؟ واش ما عليك حكام ولا ما مزوجاش؟ ما قالت له اوف عافاك بعد من طريقي راني تعطلت. قد طلبوا تزوق وملي عرفت راسو قاصح جبدات كلينيكس ومسحات الكلاص. نيما مزيان هكا مزيان. مم. ما يبقاش فيك الحال القمرونة، دابا تقدري تخرجي وما تعطليش. ايوا خرجت نعمة بالزربة قبل لي يرجع في كلامه، وقبل ما تسد الباب قالت نعمة بسلامة بوراس والكلوس راني هزيته معايا. دابا نديرو في الطريق. جا نعمة فيني الحق عندها حتى لقاها طار تبقى كيضحك. أما نعمة وصلت مع ل11 معطلة، وصلت كتنهج لقاتهم يلاه غيبداو الاجتماع، دخلت وجلست بلاصتها حتى الاجتماع مع الموظفين، كل فريق كيشرح فين وصل في الخدمة. وصلت نوبة فريق ديال نعمة، ومع نعمة كتولي سمطيحة في الخدمة تبارك الله حربية هي اللي خدات الكلمة، بقات تهضر وتشرح وكلشي عجباتو بأسلوبها المبسط وطريقتها الذكية في الشرح. سيرتو منصف عجبوها الحال اللي ما هبطش عينيه عليها. سال الاجتماع وحددوا الوقت اللي غيجي فيه الوفد ديال الشركة المنافسة باش يسنيو الاتفاقية واللي غيكون بعد أسبوع بالضبط. خرجوا الموظفين ويلا بغات تخرج نعمة مع أمين ولمياء. سمع منصف كيعيط ليها. منصف قال ليها نعمة ممكن 2 دقايق نهضروا؟ قالت له نعمة والخلعة شداها حيت ما حاملاش يقولها شي هضرة ماشي هي هاديك. ممكن اسي منصف. منصف بلا سي منصف كيقول ليها، قال لها حنايا المهم بغيت نقول لك غير شكرا على الخدمة ديالك وما يبقاوش دوك الرسميات بيناتنا وتبارك الله عليك، ومن اليوم انت راكي مراسمة معانا. وبهاد المناسبة كنتمنى تقبلي العراضي ديالي على العشاء. نعمة قالت له ولمياء وأمين حتى هما غادي يترسموا ياك؟ منصف جاوبها كيضحك حتى هما غيترسموا إن شاء الله. دابا شنو قلتي يا نعمة على العشاء؟ قالت له بارك الله فيك السي منصف. زعما منصف وبالنسبة للعراضة ميرسي بزاف مي ما نقدرش عندي ارتباطات والخدمة كتيرة مرة أخرى إن شاء الله. منصف واخا المهم راني نتسنى أنا نتسناك أنا نسالك واحد العراضة. قالت له واخا إن شاء الله بسلامة دابا. خرجات وخلات منصف كيفكر فيها وكيفاش رفضات الدعوة ديالو، وهو البنات بإشارة وحدة منو كيجيو حتى لعندو. هو يقول مع راسو هادي اللي بغيت نعمة اليوم راكي ديالي. تيفكر وفرحان براسو. المهم سال النهار ورجعت للدار ملقاتش حد. دخلات وضات وصلات كالعادة، دخلت الكوزينة توجد العشا واخا كانت خدامة ديما الدار متولة ومجموعة على حقها وطريقها عارفة مسؤولياتها، وهاد الشي اللي كيخلي منعم ديما مستغرب. المهم داز السيمانة كالبرد وجا النهار اللي غادي يجي فيه الوفد للشركة. كانت مقلوبة والداخل كتر من الخارج والراس الكبيرة والسي منصف مقابل الخدمة بغا كلشي يكون مصاوب، خاصة أن الشركة خصوصا أن الشركة المنافسة غتكون حاضرة. شخص مديرها اللي ديما داخل في صراع مع منصف ومنافس معاه في السوق. نيما كانت مكلفة بالحفلة اللي غتكون من بعد توقيع اتفاقية بعد بين الشركات بجوج. كانت مشغولة هي وأمين ولمياء بالتنسيق مع منظمين ديال الحفل والتريتور ومع باقي الموظفين بيان سور باش الخطة اللي كانوا دايرين تمشي مزيان. وصلت الوقت وجا الوفد اللي كان عبارة عن مجموعة رجال أعمال بالإضافة لرئيس الشركة المنافسة
منصب قالت يرحب بيهم، مرحبا بكم مرحبا بكم تفضلوا أهلا وسهلا، فرصة سعيدة ليا والناس اللي معايا، أو دوك رجال الأعمال اللي جاو كيقولوا مرحبا سي منصف تبارك الله عليك، شتي الوالد كيف كيقولوا داك الشبل من داك الأسد. منصف قال الله يبارك فيكم ولكن كيبان ليا ناقصكم شي واحد ولا خاف يجي. ايوا الشخص المجهول ويقول له ها انا جيت السي منصف ماشي انا اللي نخاف وما تنسلتش بالي الاتفاقية انا مولاها. منصف قال له عندك الحق، ايوا تفضلوا دخلوا مرحبا بكم و... ومرحبا بمول الاتفاقية وكيضحك. ايوا رجال الاعمال عجبهم تنظيم الديكورات وحتى الموظفين والكفاءة ديالهم والروح باش كيخدموا. رجال الاعمال زائد داك الشخص المجهول كيقولوا له تبارك الله عليك هادشي غزال ومنظم بلا شك شي منظم المؤتمرات هذا اللي منظم لكم هادشي. منصف قال له لا هذا فريق العمل ديال الماركتينغ والكوميرسيال، هادو هما اللي تكلفوا بهادشي. ايوا دوك راه الفريق جاني تبارك الله هدية من السما. ايوا قالوا له تبارك الله عليهم وخاصة المديرة ديالهم. من بعد توقع اتفاقية غنعرفكم بهم. ايوا منصف والضيوف ديالو داروا جولة في الشركة اللي خلاتهم منبهرين بالتنظيم والدقة والكفاءة اللي موجودة عند داك منصف والناس اللي معاه، وقعوا اتفاقية وجا الوقت باش يتعرفوا الموظفين على الوفد ديال الرئيس ديالهم رجال الأعمال. بداو كيتعرفوا على الموظفين بحسب القطاع اللي هما فيه، وأخيرا وصلوا الناس ديال ماركتينغ وكوميرسيال. منصف ايوا هاني كيما وعدتكم ها هي لاله نعمة والفريق ديالها المسؤولين على هذا التنظيم الرائع. ايوا كلهم دوك رجال الاعمال كيقولوا تبارك الله عليك انسه تبارك الله عليك هادشي غزال انت والفريق ديالك حمرتوا الوجه هذا النهار ديال السي منصف. هكذا نقدروا نقولوا بلي اختيارنا كان موفق. الشخص المجهول مدام نعمة تبارك الله عليك وتحنى لعندها وقال ليها من بين سنانو تا للدار نتفاهموا، يعني راكم فهمتوا شكون الشخص المجهول. أنسة نعمة ما كانت كتسمع حتى كلمة نظرات الشخص المجهول أو من عيم ليها خلاتها تجماد في بلاصتها وبزاف ملي قالتها للدار نتفاهموا. بلاد غزالة وخا صدمة جمدات نعمة في الأول، ولكن في الدار تكمل خدمتها، كانت كتهضر مع الموظفين وتحرك هنا ولهيه ومنع متبعها، وحتى هو كان مصدوم كيقول مراتو خدامة عند المنافس ديالو. واخا لالا واخا تنقدروا نتفاهموا. منصف قال لها نعمة بارك عليك ارتاحي شوية الحفلة غادا مزيان وراكي حمرتي ليا وجهي ما عندي ما يتسالك. نعمة وهي كتضحك الحمد لله سي منصف بغيت نقول منصف هاني نجيب شي حاجة من البيرو ونرجع. ايوا منصف قال لها اوكي لالا نعمة وما تعطليش عليا. من عين كان كيشاف فيها كتهضر وكتضحك مع المنافس ديالو كان باغي يمشي يضربو ويبعدو على الحبيبة ديالو وما بغاش تضحك. تهضر مع حتى راجل هو راه تيغير هذيك راه الحبيبة ديالو ما بغاش تضحك. المهم الغيرة وما دير غير بانت ليه نعمة خارجة ومشى تبعها ودخلت للبيرو ديالها ودخل موراها سد الباب وعينيه حمرين غير شافتو دخل وسد الباب وهي تعطيها البكا والطليب والرغيف. قالتلو نعمة وحق الله إلا كنت ناوية نقولها ليك وراه خدمت والله ما كنت ناوية نخبي عليك غير نسيت وانت زايدا ما عمرك ما سولتيني كاع داك الغضب اللي كان فيه مشى ملي شاف دموعها وما بغاهاش تبكي ولاني ما حملش راسو ملي شاف الخوف منه في عينيها.
قرّب ليها وهي كتبعد منّو حتى لصقات مع الحيط، بقات كتقرا الأدعية وكتوجد يعطيها شي تصرفيقة ولا شي دقة ولا شي سليخة. إيوا ما عقلات حتى لقاتو معنقها منين. صافي يا الهبيلة راني ما غنضربكش، ولكن ملي نكونو في الدار غنتفاهمو، بركة من البكا، منبغيش نشوف دموعك مازال مسحي كمارتك ومسحي خنونتك عليا. شوفي كعمرتي حوايجك وحوايجي بالبكا، ديما قالو غلعتيني ملي كنشوف فيا دوك الشوفات، كيحسب لي غتسلخني وسط الناس بلا من عين. سيدي ديال القمرونة تا للدار ونشبعك عصا، واش هنايا أنا وقت الغزا هادي راه بلاصة الخدمة. إوا نعمة قالتلو هو باش من حق السي منعم كاع يلاه، علاش غضربني؟ يا قلنا كل واحد يعيش كيما بغا وكل واحد يدير داكشي اللي بغا، ياك حنا غير أصدقاء تنشوفو كي غنديرو لهاد الحريرة. بقى منعم بارد وكيشوف فيها، إلا كملتي إوا سمعيلي انتي راكي مرتي ومن اليوم غنعيشو على هاد الأساس. صبرت وتسنيتك تفهمي ولكن انتي مكلخة وعمية. كملي دابا هاد الزفت ديالك، عندك ساعة نلقاك في الدار، وإلا ما جيتيش ما تلومي إلا راسك. خرج وخلاها كتخمم عارفاه بوراس، واللي في راسو يديرها يديرها. تحمد الله ما دار ليها شي حاجة في شي فضيحة في ديك الشركة. رجعت للحفلة وكتقلب عليه بعينيها ما لقاتوش، بقات تفكر تمشي ما تمشيش، تمشي ما تمشيش، وكتقول إلا مشيت غيقول كنخاف منه وإلا بقيت غيدير ليا فضيحة هنايا. نمشيو أمري لله. الساعة نيشان لقاتها قدام الدار، ولكن ما دخلت حتى دازت واحد 10 دقايق باش تسمى جات من مور الساعة اللي قال ليها، ماشي زعما خاصها تثبت داكشي اللي قال. إيوا العناد وما يدير منين قالها جيتي إيوا على السلامة. إيوا يا لالا أنا راه ما عندي عيالات اللي يخدموا، من النهار الأول قلت ليك ما يخصك خير معايا، ديك الخدمة من غدا غتخرجي منها وتجلسي في الدار سمعتي. ديما قالت سمعت ولكن خدمتي ما خارجاش منها، بغيتي ولا كرهتي ولا عجبك الحال. راه عجبك الحال وهداك ما عجبكش راه الحياة قدامك. من نهار تزوجنا وانت اللي كتخطط ديري هادي ما ديري هادي، نكونوا اصدقاء على ما نكونوش اصدقاء، حنا مزوجين ولا ما مزوجينش. انا عييت من هاد الشيء ودابا باغيني نخرج ونجلس في الدار نقابل لك انت والهام ديالك اش كدير انت وياها. وي طلع له الدم. ديك الخدمة ما تحلميش بيها مازال، والدار فيها فاش غتجلسي، والخروج والدخول ما يكونش إلا بعلمي سمعتي. ديما قالت له عطيني اتساع بعد مني، حياتي وانا حرة فيها وخدمتي ما غنخليهاش، دير اللي في جهدك. وما حس براسو حتى عطاها واحد التصرفيقة. هي بقات كتبكي وما عجبوش الحال، حيت خايف الوعد ديالو ليها، حيت كان قايل ليها المرة اللي قبل ما غنعاودش نضربك. صافي هو يخرج الليل كله وهو كيدور حتى وصل الفجر. دخل واحد الجامع توضا وصلى ودعا الله يصوب بينو وبين مرتو. مشى للدار لقاها ناعسة وكتنخصص وباينة فيها بيتها كتبكي مسكينة. المهم ونعس حداها. صباح صباح جديد ونهار جديد بأحداث جديدة. فاق هو تا هو فاق ويقولها صباح الخير واعتذر ليها، اعتذر ليها على البارح واخا هي ما عجبهاش الحال، وقال لها يلاه هو نوضي وجدي لينا فطور. هي تقول له واخا، وغير خلاتو دخل هو الدوش، وهي تنوض دير ديكا لبست حوايجها بالزربة ومشات للخدمة. وخرج هو كيقلب عليها عند بالو راه جالسة كتوجد له الفطور، هي راه مشات للخدمة. صافي هو يتعصب، صافي يلبس حوايجو ويخرج ويتبعها للخدمة. نرجعو لنعمة، نعمة اللي وصلت للبيرو واحد شوية أنا ما ارتحت، هو يجي سي منصف لعندها. قال لها فين مشيتي البارح وخليتينا ما علمتي ما والو؟ قالت له لا راني مشيت كان عندي شي حاجة وراني زيد نعلمت أمين ولميا ووصيتهم شنو يديروا. ويقول لي لا كان خاصك تعلميني أنا قبل ما تمشي، وزيدون أنا عندي شي هضرة بغيت نقولها لك. قلت له كيفاش؟ قال لا عندي شي هضرة خصوصية.
قالت له: "شنو هاد الهضرة؟" هو يقول ليها: "الصراحة أنا ارتحيت وباغي نجي لداركم عمي داركم بغيت نجي نخطبك السيمانة الجاية." هي بالصدمة بقات غير كتشوف فيه، وشد في يديها. هاديك هو شاد في يديها ما يجي يدخل غير ما ينعم داخل ويلقاه شاد ليها في يديها، هو يقول: "اش كدير انت؟ هاديك راه مرت الراجل، هاديك راه مرتي أنا، علاش شاد ليها في يديها؟" قال له: "كيفاش مرتك؟ هادي راه الحبيبة ديالي وأنا اللي غنتزوجها مالك كتحلم؟" ها هو يضربو بواحد البنية، ورجع ضرب فيا نضرب فيه كيدابزو، قال له: "إلا ما قالتهالكش راه مجوجاني وزيدوني هي راه حاملة وجات اليوم غير باش تقول لكم أنها هي ما غاديش تكمل في هاد الخدمة." وصافي شد يد نعمة وخرجوا، وهي غزالة مازالة مصدومة. مشاو في الطريق ما كتهضر معاه ما كيهضر معاها، بقاو الطريق كاملة وهما ساكتين، دوزو واحد 3 أيام كلها كل واحد شاد تيقارو ما كتهضر معاه ما كيهضر معاها. واحد النهار بقى كيفكر ويقول غيشد كونجي، شد كونجي شد فيه 2 ديال السيمانات. ملي جا في العشية قال لها: "وجدي راسك، حنا غادي نسافرو، غادي نمشيو لداركم سيمانة وغادي نمشيو لدارنا سيمانة. جمعي حوايجك ومنين تسالي جمعي حتى حوايجي باش نمشيو." قالت له: "لا أنا ما بغيتش نمشي، أنا باغا نبقى هنا، أنا باغا تنموت هنايا كاع أنا، اللي ما خليتينيش نخدم ونبقى أنا غير جالسة هنايا في الدار." حاضيك أنت وإلهام ويقول لها: "كوني تسمعي قلت لك جمعي حوايجك." وجمع حوايجي حنا غادي نسافرو، لأنه واحد الساعة مازال معترف بالحب ديالو. صافي خرجوا مشاو بداو بالدار ديال النعمة وجلسوا سيمانة، ديك السيمانة دازت بزاربة، المهم في ديك السيمانة شوية بشوية حتى تصالحوا ورجعوا كيهضروا ورجعوا عادي، رجعت العلاقة ديالهم بعدا مزيانة شوية كيضحكوا بجوج كيهضروا بجوج. من بعد مشاو لدارهم، منين مشاو لدارهم وصلوا في الليل ودخلوا سلموا على جوزتها وشيخها وعلى خوتو وتعشاو ومشاو نعسو. صافي وصبح صباح جديد، أحداث جديدة. صباح فاق منعم خرج غسل وجهو وتوضا وصلى ومشى يفطر، وتا هي مشات وجدات راسها لبسات واحد القفيطين زوين دارت واحد الميكاب خفيف خرجات باش تفطر معاهم. حسب ليها كاينة غير عائلة ديالو، ساعة هما كانوا ولاد عمو جاو باش قالك ما حضروش العرس وجاو باش يباركوا ليهم. دخلات ساعة هي داخلة وحاضرة راسها وحشمانة، منعم بقى مخنزر فيها وما فهماتش هي علاش. صافي فطروا ضحكوا وهضروا وداك الشي ومشاو ولاد عمو مشاو بحالهم، بقات هي عاطيها الجمع مع خواتاتو ومع عمو في الكوزينة. شوية هو يعيط ليها منين قال لها: "أجي بغيتك نهضر معاك." مشى لبيتو لحقات عليه وهي كترعد عارفة راسها مقفراها، حيت كان كيخنزر فيها. قال لها: "منعم واش نتي ما كتفهميش داخلة لعند الرجالة بلا حشمة بلا حيا وشعرك معري، سطيتي وباغا تسطيني ولا شنو؟" هي اللي جاوباتو: "أنا ما عرفتهمش كاينين والله ما عرفتو ما قدرتش ندخل بلا ما نغطي شعري عندكم." يعني تقصدي ولا ما تقصديش، ديما فولار فوق راسك، أنا بوحدي اللي نشوف شعرك ونشوفك دايرة الميكاب، أنا اللي عندي الحق فيك، واخا هما ولاد عمي ولكن أنت راجل من غيري ما يشوفك، أنت ديالي بوحدي. نعمة: "وإلهام نسيتيها ونسيتي كلامك ليا وديما كتقول عمرك تبغيني، البنات بحالي ما كيعجبوكش مالك؟" كتناقض غير مع راسك، وهي كتنفس كتبكي خايفة تديها شي دقة. منين قال لها: "بصح أنتِ ما كتعجبينيش، أنتِ كتحمقيني، كتخليني نغير عليك، ونتعصب وفي لحظة تضحكيني، كل حاجة فيك كتخليني بلا عقل." مازال منعم كيهضر، حتى كيسمع اختو كتعيط ليه: منعم أجي." خرج يقول لها: "يلاه ومن بعد نكملوا كلامنا وغطي شعرك ونقصي الميكاب وإياك تهضري مع شي راجل واخا يكون خويا، فهمتي ولا ما فهمتيش؟" قالت له: فهمت والله، والله تنغطي شعري وما نهضر مع حد، كون هاني. خرج وخلاها أول مرة ما كتقلق ما كتعصب من كلامو، بالعكس فرحانة، دابا عرفات بلي كيبغيها كيما كتبغيه يمكن كتار.
بالأخص دابا شكون اللي يعترف فيهم من الأول، صوبات في ولارها ما خلات شعرها تبان، ومسحات الميكاب كامل وخرجت وهي فرحانة وكضحك. داز داك النهار غزالة إلى كتكون لها ناشطة وكلشي كيضحك وفرحان حتى من نعمة كتهضر وكتعبّر، واخا كانت خايفة في الأول من مينيم اللي يقول عاوتاني شي حاجة، ولكن نسات كلشي ملي حماتها بدات كتعاود على الصغر ديال مينيم وكيفاش دوزو داكشي حيت هداك هو ولدها الكبير، حتى هي تحلات وبقات كتعاود معاهم حتى شاو مجموعين، جا نيت ولاد عمو تا هما كانوا معاهم، وصافي وعطاوهم داكشي اللي بغاو يعطيوهم اللي باركو لهم بيه ومشاو. خلاص دخلوا هما كل واحد دخل لبيتو ينعس، ومنعم ونعمة بقاو مشاو جلسوا في الجردة بقاو كيهضروا. قال لها منعم ياك قلت لك ما تهضري مع حتى واحد ولا ما قلتهاش ليك؟ نعمة وهي ميسة بالضحك قلتيها ولكن ما قدرتش نسكت وهما كيهضروا، ولا بغيتي يقولوا راه مجوج وحده معقده. انا لا معقده، انا عجباني، انا ماشي شغلي فيهم شنو غادي يقولوا ولا ما غاديش يقولوا، انا انت يا مرتي انا. وفكريني منين نمشيو للدار ندير لك واحد لا ليست بشنو كنبغي وشنو ما كنبغيش، عاد كتشوف فيه. يلا ايوا نوضي قال لها يلا ايوا نوضي نعسو. الا ما بغيتيش تزيدي قدامي ضروري ندير فيك يدي شرا يدي عاد باش انتي تحركي. صافي هي تخلع، ناضت بدات قدامه، هو تابعها كيموت بالضحك وهي فيها الخلعة، تخلطوا لها المشاعر. ديك اللحظة أول مرة تشوفو كيضحك، الصراحة كان غزال واخا كاع واخا داك التعصاب وداك الشي كان زوين، المهم هي عجبها. صافي داز الليل وصبحنا نهار جديد بأحداث جديدة، وفطرو مرة كيشوف فيها منعم، هي غير كيشوف فيها كتزينق وكتحشام. المهم منعم قال داك النهار خاصو يخرجها النهار كامل، بقا هو وياها برا في الباب ديالو. هي هاديك منعم أنا خارج قال لها ماما أنا خارجة الوريدة، ما ديريش بحسابي للغدا أنا ونعمة، ولكن أنا ما بغيتش نخرج، بغيت نبقى هنايا مع خصك وماماك. كانت كتهضر وحادرة عينيها بصعوبة باش كتسمع كلماتها. ويومين قال لها بدلي حوايجك أنا في الطوموبيل كنتسناك. خرج وخلاها كيبغيش يعاود هضرة معاها، مشات هي للبيت لبسات حوايجها، لبسات واحد اللباس، لبسات واحد القميجة بيج ولبسات واحد الجيل ولبسات صبيبات زويون ودات الفولار ديالها، صوباتو على الطريقة التركية وميكاب خفيف. خرجت لعندو يلا غتركب لقاتو دار عندها وشادة من يديها ومرجعة للدار. راكي مزوجة ولا لا؟ بدلي ليها هاد الويل اللي لابسة ومسحي هاديك الكمارة، ولا باغية الرجال يبغيو يتبسلو عليك؟ مالك حكا ولا ما كتفهميش نعمة؟ عرفتي شنو من اليوم ما غتبقاي تلبسي نتي غير جلاب، ولكن انا ما عنديش جلاب، انا كنلبس غير الهوايج جاك الرومي. لا سيري عند اختي غيتا غتلقى تاخد عندها الجلاب وخدي وحده لبسيها، يلا طي ديالك بحال ديالها. غيتا اختو كانت كدير موديليست، كان عندها داكشي ديال التقليدي بزاف، كان عندها داكشي زوين وغزال. وعطات للنعمة نيس واحد الجلابة، هاديك الجلابة اللي كانت في دم الغزال، وعطاتها فولار اللي غادي يجي معاه. ومن عين مازال كيتسنى وكيشوف من بورطابلو، حتى كتبان ليه جاية لعندو، تصدم ما بقى عندو ما يقول، طلعت غزالة أكثر من اللي كانت لابسة تجين مع هاديك الجلاب مع هاديك لا شوميز.
إيوا قال لها غيوليو المعجبين كتار عند نعمة. خرجوا تساراو داك النهار، تغداو برا، دوزو واحد النهار زوين. كيقول لها القمرونة يلاه نرجع أنا عييت وبغيت نعس نيمة، خليني شوية خليني شوية مازال عافاك، ونرجع دابا ما كاين حد في الدار، خالتي كالت غيمشيو لشي عرس واقيلا. مريم قالها فراسي، ولكن أنا عييت، واش مبقاش فيك راجلك والحبيب ديالك؟ نيمة تزنقات وتلفات مبقات ما دير، نغات بقاو الطونوبيل، أما هو بقى كيضحك كيعجبو الحال ملي كتزنق وكتحشم. رجعو للدار وكانوا قاع الضوا طافيين على غير العادة، حيت كلشي مشاو للعرس. نعمة قالت ليها شتي شنو قلت ليك، الدار خاوية وتا واحد ما كاين. أنا كاين ولا أنا ما معمرش ليك العين؟ قالت له لا معمر ليا العين. يلا غير حل الباب، حل الباب. حل اللي غادي يحل الباب لقيت شحال واحد الضو يتخلع. نعمة جات من موراه وشدات في ظهرو وهو كيضحك. لا والهبيلة تلقي مني فضحتينا قدام الناس. هي اللي قالت ليه سمعت الناس وحلت عينيها لقات عائلة منعم كلها وعائلتها والجردة كانت مقادة ومستفى بها الطبالي والكراسة، كلها طبلة بالورد ديالها. هي ما فهمات والو، بقات غير كتشوف وكلشي كيبارك ليها. هو يقول ليها بحال اليوم كان عرسنا، اليوم كملنا عام وحنا مزوجين، مبغيتش هاد النهار يدوز عادي. وهذه هي الهضرة اللي كنا غنهضرو أنا اتفقت عليها أنا وباباك. سيدي العزيز كان كيهضر ليا في ودنيها والعائلات بجوج كيباركوا ليهم وهي ساكتة. منين قولي شي حاجة ما تبقيش ساكتة، ولا عرفتي شنو أنا غنهضر. الوالد الوالدة سيدي العزيز الحاجة كاع اللي حاضرين هنا سمعوني، في النهار الأول ما كانتش باغي هاد الزواج وما كانتش حامل نتزوج زواج تقليدي، بوحدها ما كنعرف عليها والو من غير سميتها. ولكن نهار على نهار بديت كنكتشف أن الزواج التقليدي ماشي كلو خايب إلا ربي لاقاك بالناس الطيبين. نهار على نهار نعمة بدات كتدخل قلبي ولعقلي، وبهضرتها وكلامها وتصرفاتها وطريقتها وتفكيرها كلها عجبتني، وفيها كل ما كنت كنتمنى يكون في مرتي، والتربية والحداقة والحشمة والاحترام. وخا دوزت عليها بزاف ما عمرها قلت من احترامي، وبديت كنبغيها. ما عرفتش امتى وفين ولا كيفاش، ولكن كنبغيها. واخا هي ما كتكونش كتبغيني انا كنبغيها وما عمري نفرط فيها. قدامكم كنقول انا كنبغي مراتي وكنحماق عليها وكنحمد الله اللي لاقاني بها وجعلها من نصيبي. كلشي كان كيسمع ومعجب بالصراحة ديال منعم، وملي قال انا كنبغي مراتي بداو كيشوفوا في نعمة وشنو غتقول. نعمة كانت فرحانة وأخيرا قالها واعترف، ماشي غير قدامها ولكن قدام عائلته وعائلتها. حسيت باللي الإهانة ديال نهار زواجهم تمسحات، وكلمة وحدة بقات كدور قدامها وفي دماغها. نعمة حتى أنا كنبغيك ومسامحاك على كلشي اللي درتي، ربي يخليك ليا وراس ديالي. كلشي كيضحك وفرحان. صافي ودازت الحفلة غزالة من بعد ما بدلات نعمة ولبسات تكشيطة وصوبت حتى هي مشات صوبت ميكاب زويون. أما منعم تا هو مشا لبس لباس تقليدي وخرجوا عند العائلة الجردة. بقا كلشي كيزغر تيصلي على النبي. جابوا ليهم الكيكة وهاد المرة منعم هو اللي شد يد نعمة ومبقاش طلق منها حتى سالات الحفلة، ودخلوا بجوجهم لبيتهم. الحاج بات منعم ايوا يا سيدي كي جيتك مازال كنعرف نخطط ياك. ايوا الحاج بابا النعمة قال له سيدي ما عندي ما نقول، ما مشيتي حتى زوجتيهم ولاو كيبغوا بعضياتهم. ايوا الحاج اب ديال منعم ايوا يلاه يلاه الحاجة كتعيط خليت ليك الراحة هاد الساعة عند سيدي العزيز الحاج اب ديال النعمة.
يالّا تصبح على خير الحاجّة أنا ديالي غتبيتني هاد النهار في الجرده، قبيلة وهي كتعيط تصبح على خير الحاج، وهنا تسالات القصة ديالنا اللي بقى معانا حتى لدابا يدير لينا شي اشتراك وجيم، مينساناش هادوك لي كومونتيرات الزينين ديالكم.